بتقعد بالساعات قدام الكتاب وفي الآخر تحس إنك ما عملتش حاجة؟ تكون مخلص فصل كامل وتاني يوم مش فاكر غير كلمة أو اتنين؟ المشكلة مش فيك، المشكلة في الطريقة. العلم أثبت إن في طرق معينة للمذاكرة بتخلي دماغك يحفظ أسرع ويحتفظ بالمعلومة فترة أطول. النهاردة هقولك خطة كاملة ب5 خطوات مدعومة بأبحاث من جامعات كبيرة زي هارفارد وبيردو. وكمان هحكي لك عن سر اليابان والصين، إزاي بينجحوا في تخريج طلبة من أقوى العقول في العالم، وليه رغم كده مش بيعتمدوا على الطرق المثبتة علميا وفعالة أكتر. أول وأهم خطوة الاسترجاع النشط أو الأكتيف ريكول. بدل ما تفضل تعيد وتزيد في نفس الصفحة، جرب تقفل الكتاب وتسأل نفسك أنا فاكر إيه من اللي قريته؟ يعني مثلا خلصت فصل تاريخ، اقفل الكتاب واسأل نفسك إيه أهم 3 أحداث اتقالت؟ أو في الكيمياء، اكتب المعادلة من دماغك قبل ما تبص. جامعة بيردو يونيفرسيتي سنة 2011 قسموا الطلبة لمجموعتين، مجموعة أعادوا قراءة نفس الدرس ومجموعة اختبروا نفسهم بعد القراءة. بعد أسبوع اللي اختبروا نفسهم افتكروا أكتر بنسبة ضخمة عن اللي اكتفوا بالقراءة. يعني السر مش في إنك تعيد، السر في إنك تخلي دماغك يبذل مجهود لاسترجاع المعلومة. الخطوة التانية التكرار المتباعد أو الspaced repetition. العالم الألماني إيبنغهاوس سنة 1885 اكتشف حاجة اسمها منحنى النسيان. بيقول إنك بتنسى 70% من اللي ذاكرته خلال يومين لو ما رجعتش. يعني ما تذاكرش الحاجة مرة وخلاص، لأ، راجعها على فترات، بعد يوم، بعد 3 أيام، بعد أسبوع. في دراسة ضخمة جدا اتنشرت في مجلة Psychological Bulletin سنة 2006 للباحث نيكولاس سيبيدا وزمايله. الدراسة دي حللت أكتر من 250 تجربة علمية وطلعت نتيجة واضحة. التكرار المتباعد مش بس بيخلي المعلومة تثبت، ده كمان بيكسر منحنى النسيان اللي اكتشفه إيبنغهاوس من أكتر من 100 سنة. تقدر تطبق ده باستخدام أبليكيشن أو تطبيق أنكي أو كويزلت أو حتى ورق صغير تراجعه بمواعيد مختلفة. الخطوة الثالثة التعلم المتداخل أو الانترليفينج. يعني مثلا بدل ما تخلص 20 مسألة جبر ودماغك تفصل، اعمل ميكس أو تنويع، ذاكر جبر زائد هندسة زائد تفاضل. الكتاب الشهير ميك ات ستيك اللي اتنشر سنة 2014 بيأكد إن التنويع بيخلي دماغك أذكى في التمييز بين المعلومات، مش بس تحفظ، لأ، تفهم. الخطوة الرابعة تقنية فاينمان. أي معلومة بتتعلمها جرب تشرحها كأنك بتكلم طفل صغير. لو معرفتش تشرح ببساطة يبقى لسه ما فهمتهاش كويس. الخطوات: اقرأ الدرس، اشرحه بصوت عالي كأنك معلم. لو لقيت نفسك بتتلخبط يبقى ارجع راجع الجزء ده. ريتشارد فاينمان الحاصل على نوبل في الفيزياء كان بيستخدم الطريقة دي طول حياته، وده اللي خلاه مشهور بلقب المعلم العظيم. ببساطة الشرح يساوي أقوى اختبار للفهم. طيب، إيه سر اليابان والصين اللي دايما بيتقال إن تعليمهم من الأقوى في العالم؟ في اليابان التعليم هناك مبني أساسا على الانضباط والروتين الصارم. الطلبة ساعات بيوصلوا إن هم يذاكروا لحد 12 ساعة في اليوم، خصوصا قبل الامتحانات. وكمان عندهم حاجة اسمها جوكو أو المدارس المسائية الإضافية. يعني الطالب يخلص مدرسته الصبح وبعدها يروح يكمل مذاكرة في مدرسة تانية مخصوص عشان يقوي مستواه. الطريقة دي فعلا بتخليهم شاطرين بسبب كثرة الممارسة والانضباط. لكن لو بصينا من ناحية الوقت، مش دايما هي الأكثر فعالية مقارنة بالاستراتيجيات العلمية زي الاسترجاع الناشط مثلا. أما في الصين فالموضوع مختلف شوية. هم مشهورين جدا بالاعتماد على الحفظ والتكرار أو الروت ميمورايزيشن، وده طبيعي لأن عندهم امتحان صعب جدا اسمه جاوكاو، وده بيحدد مصير الطالب الجامعي. فالتكرار هناك وسيلة يقدروا يحفظوا بيها كم ضخم من المعلومات. لكن المشكلة إن أحيانا ده بيكون على حساب الفهم العميق. عشان كده مؤخرا بدأوا يدخلوا طرق أحدث زي التعلم النشط وحل المشكلات عشان يوازنوا بين الحفظ والفهم. لكن هنا السؤال: لو هم منضبطين كده،
ليه مش بيستخدموا الطرق اللي أثبتها العلم زي الأكتيف ريكول أو السبيسد ريبيتيشن؟ ده يرجع لثقافتهم التعليمية بتربط النجاح بعدد الساعات. الطالب اللي يذاكر 12 ساعة يتقال عليه مجتهد حتى لو مش بكفاءة. كمان نظام الامتحانات زي الجو كاو في الصين بيعتمد على الحفظ الضخم، فبيشجع التكرار التقليدي أكتر من الطرق الذكية. تالت حاجة، التغيير في أنظمة ضخمة بياخد وقت طويل جدا. يعني هم مش جاهلين بالطرق دي، بالعكس بعض الجامعات عندهم بدأت تستخدمها، لكن لسه مش معممة. ولو جمعوا الانضباط اللي عندهم مع الطرق الفعالة دي، النتيجة ممكن تبقى نظام تعليمي هو الأسرع والأقوى في العالم. يبقى الخطة الكاملة قدامك: اختبر نفسك، Active Recall، راجع على فترات، Spaced Repetition، غير بين المواد، Interleaving، واشرح ببساطة، فاينمان، واستفيد من روح الجماعية والانضباط اللي عند اليابان والصين. الموضوع مش محتاج تذاكر أكتر، محتاج تذاكر أذكى. جرب الطرق دي أسبوعين وهتتفاجئ إزاي دماغك بقت أسرع والمعلومة بتثبت كأنك أول مرة تذاكر صح. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير.